السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نوريكم واحد المنطقه زوينه صراحه، فيها هي معروفه بالفلاحه، بعيده على مدينه الحاج 20 كيلومتر تقريبا. واحد المنطقه زوينه صراحه وطبيعتها، وهي في فصل الربيع كتكون زوينه بزاف بزاف بزاف. هي معروفه بالفلاحه وهي محسوبه على اقليم الحاج، اصلا هي قريبه لمدينه مكناس وحاج قدوري، وغادي نصور لكم الطبيعه ديالها في هاد النواحي هادو. يعني منطقه زوينه صراحه بزاف بزاف، وغادي نصوروا الفلاحه ديالها حيت هي هاد المنطقه معروفه بالفلاحه، وكاع حيت هاد البلاصه محسوبه على هاد النواحي ديال مكناس معروفه بالفلاحه بزاف، وفيها اكثريا الضيعات تبع الزنيبر، والزنيبر معروف في هاد المنطقه ديال نواحي مكناس بالضبط. منطقة زوينة بزاف 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 صراحة، شوفوا معايا. يعني معروفة بالفلاحة، ضيعات فلاحية واسعة، هاكشي ناضي واعر صراحة. شوف الطبيعة كي كتجي في هاد فصل الربيع، أحسن جو فصل الربيع بزاف 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 بزاف. غندير لكم واحد الفيديو زوين على هاد المنطقة، ومنطقة فوارات وفيلاج صغير معروف في هاد المناطق هادو بالضبط وصافي. في هذا الفيديو انتقلت الى احد الفلاحين باش نتعرفوا المنتوجات الفلاحيه وخيراتها مثل الجنباله وغيرها. يلا معايا. حريت قاعد يخرطي انت مين؟ ها؟ اذا شان الدواء ياس الدواء وين بوبياض وين برتيله وين بوبياض غوذا تبارك الله. ها؟ غوذا ديك الساعة مرت زاوية حالته دقيقة ديك شاب المرض ماليش لا ونكسة وصفوا فيا ما عشتها شنويت مانيت عاش بناك لا تغيبوا بيا تنويت راه نقا غير الدواء الناس هذيك يكسبوا بيا لا نياز دغيا الدواء يقروها شي ثاني قر هاش تقر راس نياز دواء قروي يقول يخلف ويان شويه تساف الله فهمت واخا يخلف دغيا صافي عيا صافي يكشم في المرض راه نوريك شي من المرض دغيا يكشم في المرض هو هذا يكشم في المرض فهمت كتقرا غافر فهمت عيط لقات الورده الجديده دابا بغيت غرافر ناقدين هاش اوراق غير الزرع الزرع وجديد واه وجديد هو يزك زونه هذا هاني